تمام. وانا كنت متخيل بقى ان انا هنزل هلاقي بقى مكاتب كتيره وناس كتيره قاعده ومش عارف بقى في حد بيجري وتاسكات من هنا ومن هنا وحد بيزعق. ازيك يا احمد، عامل ايه؟ الحمد لله تمام. ممكن تقول لنا اتقابلت في اي ام فين دي انترنشيب ازاي؟ طيب انا في الاول حد من اصحابي بعت لي الفورم، تمام، مليت الفورم وبعد كده حد كلمني قال لي ان في تاسك هنعمله. تستلم تسلم سلام. بعد كده بعت لي ميل قال لي انت اتقبلت. طيب قول لنا بقى يا احمد، عملت ايه اول ما عرفت انك اتقابلت في الانترنشيب؟ كنت متحمس جدا ان انا انزل واشوف هتعلم ايه بقى، وكنت متحمس ان انا انزل واعرف ايه اللي هيحصل يعني او ايه اللي هنعمله بالظبط. قول لنا ايه اللي كنت متوقعه ان انت تلاقيه في حياه الايجنسي واللي لقيته هنا في اي ام فين دي؟ تمام. وانا كنت متخيل بقى ان انا هنزل هلاقي بقى مكاتب كتيره وناس كتيره قاعده ومش عارف بقى في حد بيجري وتاسكات من هنا ومن هنا وحد بيزعق. بيدور عليا. بس يعني بمجرد ما نزلت الناس كانت فريندلي جدا وكانوا بيساعدوا، او لو في اي حاجه انا واقف فيها بمجرد ما اسالهم كانوا بيجاوبوني يعني او بيساعدوني. قول لنا بقى يا احمد، ايه اللي اتعلمته في اي ام فين دي؟ طيب خلينا نقسم السؤال دوت لجزئين، جزء تكنيكال وجزء شخصي بشكل عام. في الجزء التكنيكال انا كنت نازل المفروض ان انا مودريشن، بس اشتغلت على كذا حاجه تانية زي ان انا كنت بعمل كفرج، دخلت برضو في حته كتابه المحتوى سواء كنت بكتب كابشنز للفيديوز او للبوستس، بس ده على الجانب التكنيكال. على الجانب الشخصي مجرد ما اشتغلت وكنت باخد تاسكات وهكذا فعرفت قد ايه مثلا حته التايم مانجمنت، حته ترتيب الاولويات، كوميونيكيشن سكيلز مهمه جدا في الشغل. قول لنا بقى ناوي تعمل ايه الفتره اللي جايه؟ معروض عليا وظايف يحلم بيها اي شاب في مصر. انا الصراحه عجبني الاناليسيز، فانا ناوي اكمل وابقى ماركتنج اناليتكس يعني. باذن الله ربنا إن شاء يوفقك يا الله، احمد ان بإذن شاء الله. الله. مع نهايه بقى الانترنشيب حابب تقول ايه لاي ام فين دي؟ يعني انا انبسطت جدا بالتجربه دي وانبسطت ان انا اتعرفت على الناس جوه بس، وشكرا جدا ليكم. شكرا يا احمد. شكرا ليك.